الانترفيو. في الانترفيو سعيدة جدا نستقبل بحذية مؤسس شركة إيليس وكذلك صاحب شركة أفيوناف باش نحكيو. اسمه اليوم عامل شوية ضجة في الفيسبوك، وهذه الضجة الإيجابية. هذا ما هما الأسماء اللي نحبوا نسمعوهم ونحبوا نتناقلوا كوسائل أعلام أخبارهم، أخبار النجاحات، أخبار الإنجازات. بحذية فؤاد الكامل. صباح النور فؤاد. صباح الخير، شكرا على الاستضافة في الراديو بتاعكم. عايشك. انت ولد الإذاعة ولد المدينة، وبالتالي فرحانين برشا انك تكون ضيفنا اليوم باش نحكيو على الانجاز اللي هو المركبة السطحية البحرية ذاتية القيادة اللي هي 100% تونسية. مبروك عليكم الانجاز هذا. يعيشك، بارك فيك. عايشك. كيفاه جات الفكرة فؤاد؟ الحقيقة في العادة كتبدا حاجة تخص الصناعة وتخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نسمعوا الشباب يقولوا لا وما نجموش وصعيبة، وكأني حكر على بعض الدول دون دول أخرى، وكأنه يعني شبابنا لا يستطيع يعني أن ينافس يعني كفاءات الأخرى. شنو اليوم من خلال الإنجاز هذا اللي ميساج اللي حبيتوا توصلوهم؟ والله يعني ما فماش مساج معين. يعني انت قلتي نسمعوا انه ما نجموش وصعيب ومستحيل. المشكله مش في المشكله في الانفيرونمون اللي انت فيه، اللي الانسان فيه، اللي يسمع ما نجموش ومستحيل وصعيب. يعني الانفيرونمون هو اللي ياثر عليك. كي انت تعيش في محيط تاع تطوير ومتاع هندسه ومتاع تقدم، وتحيط روحك بالناس اللي بالحق يقدموا ويحبوا يقدموا، وتوصل للعالم، يعني تعيش في العالم. ما عادش تسمع الحاجات النيجاتيف هذوما، خاطر عمري ما فكرت انه ما نجمش ولا صعيب. يعني ما جاتش المخ جمله. كان ساعتها كما انت تقول لي نسمعوا بيان سور كي تلقاك في مع ناس يعني مثلا يخموا كان في الحرقه ولا يخمون حاجه صعيبه من غادي وحياتهم كل مشاكل باش تعيش معهم في مشاكلهم، لكن لازم تكون انت ترتقي بروحك معنا، اختار المحيط نتاعك اول حاجه. ثاني حاجه يعني شوف الناس الباهين فاش قاعدين يعملوا في العالم. ثالث حاجه لازم تعرف انت شكون وانت شنو. راهو توانسة يعني ديما نعودها، راهو توانسة ماناش يعني عايشين في بيئة مسكرة، رانا احنا في قلب العالم. كي تشوف الخريطة، يعني آخر مرة شفت الخريطة لقيت تونس يعني في قلب العالم، يمين يسار فوق اللوطة. دونك نحكيو 3 لغات على الأقل، فرنسي انجلي عربي. يعني ننتمي لعدة فئات، يعني افريقيا العرب سورتو المسلمين والمليارات. يعني الشريك الأول لأوروبا. ما عندنا مشكلة مع حتى دولة إلا العدو طبعا، هذاك دي ما عندنا مشكلة معه. لكن معنا مشكلة مع حتى ناسيون، حتى ما عندنا نقاط قوة كبيرة. كي تحط روحك في الشيء هذاك، وسورتو تلقى انه فما فاق كبيرة برشا، موجة كبيرة برشا نتاع تطور اللي هو الذكاء الصناعي، هو الروبوتات. فوالا هذاك هو سؤالنا لهنا. انت توا المركبة السطحية البحرية ذاتية القيادة اللي هي 100% تونسية، في شنو تندرج؟ في اي اطار تندرج؟ يعني في اطار بحث علمي، في اطار تصنيع؟ شنو حابين توصلوا بها وشنو اهداف؟ هي شركة ايريس، الشركة يعني نتاع سبيسياليتي نتاعها الروبوتيك والذكاء الصناعي اللي انتجري في الروبوتات وفي الحاجات المطورة. يعني انا متخرج يعني انجينيوري دي سيستيم انتيليجون، الأنظمة الذكية. وبعد ما عملت كارير يعني في الطائرات، مازلنا ننتجوا في الطائرات، راهو درون، طائرات ودرون زوز. جات البزوان عالمي وتونسي خاصة انه نكونوا يعني سباقين في حكاية الروبوتات. الروبوتات الذكية. احنا في ايريس ننتجوا في الروبوتات الذكية البحرية والبرية والجوية. بالنسبة للبحرية يعني لازم كان يكون عندنا نموذج بروتوتيب نتاع USB، هذه زورق مسير ولا مركبة السطحية المسيرة الذكية ذاتية القيادة. الحكاية راهي كي نشوفوا من ليتود نتاعنا، الدراسة نتاعنا الهندسية والمالية، عطاتنا انه سي تري فيزابل، تري فيزابل، سورتو واحد عنده الاكسبيريونس. دونك مادام فيزابل، مادام عندنا قدرة، ومادام فما المارشي السوق متوفر الآن،
ما خفتش وغدوة تقول معناها شكون باش يستعملها والوي باش يستعملها؟ لا انا متاكد انه فما شكون باش يستعملها، متاكدين 1000% فما شكون باش يستعملها. خاطر توا ايلون ماسك قال لك يعني باش نبيعوا تقريبا 8 مليارات روبوت. يعني تصور 8 مليارات، يعني فما باش يكون فما بزوان سورتو الخطر توا. مثلا غدوه بعد غدوه ما نجموش نعوموا في البحر خاطر ما عاصفه. كي تصير لنا حاجه بزوان في البحر، يعني نتاع انقاذ، نتاع ريشيرش، نتاع سيرفيونس، ما نجموش نبعثوا عباد، ما نحبوش نبعثوا ناس يعني في وسط خاطر بحياتها. النفس البشريه غاليه جدا جدا راه. اذا نبعثوا الروبوتات، حتى كي خسرنا روبوتات ما تتقارنش، يعني ما تقارنش. وحتى الزوارق البحريه دي يعني تكون احسن من غير الناس، من غير التدخل البشري، تكون احسن، تسوق روحها احسن. ما فماش العامل النفسي، عامل الخوف. يكون يعني حتى ليتونشيتي يعني تكون افضل برشا من ان نحاول انه نحافظ على انسان كذا. دونك نسكر كل شيء ونسيبه في البحر. يعني نجم يمشي حتى الوزن تاع الانسان اللي هي تقريبا 200 كيلوغرام ناخذوها، فمش 3 من الناس يعني نعوضوهم بالكاربيرون بليسونس مثلا. ندوبلي ولا الرانج نتاعنا تقريبا في 6. دونك بالناحية كل ديما الروبوت خير. والقائد نتاع الزورق يكون في بلاصة في داره ولا في خدمته عن بعد، في بلاصة كليماتيزية ولا شوفيه امور بليقلا يشوف عن بعد ويعمل نفس الميسيون اللي يعملها الواحد. اذا هذا كل بصراحة يعني ظاهر انه فما مرشي كبير وفما حتى من خلال التعليقات اللي لاحظتهم يعني في تحت الفيديوهات يقول لك مهم جدا انه خاصة لما تكون عندنا الذكاء الاصطناعي احنا اللي مسيطرين عليه، مش كيما باش تجيك ولا باش تاخذ يعني مراكب ومعلوماتنا تولي البرة. دونك تبدا حاجات تونسية وتستعمل في تونس وبكفاءات تونسية، تضمن نوعا ما حماية معطياتك. يدخل في هذا الجانب شوية فؤاد. طبعا هي سوفرانيتي تاع تونس، انه هي احنا اون برودوي لا تكنولوجي اول حاجة لاستعمالنا الشخصي، واحنا نتحكموا في البزوان تاعنا، ما نخليوش العباد اوكي ينجموا نهار يقصوا علينا. نقول لك ما عادش نبيع لك، نقعدوا يعني في تبعية، في تبعية كبيرة برشا، ولا حتى تبعية حتى دبلوماسية. فهمت؟ يقول لك تشري ما عندي وتتبع آرائي، سينو نقص عليك تقعد بلاش، كما صارت قبل يعني حتى في 404 باشي وقتها صارت لي سوزيت، يعني صارت برشا مشاكل من التبعية هذه، ومازالت قاعدة تصير مشاكل من التبعية هذه. دونك أول حاجة نعملوا التكنولوجيا بتاعنا ونبرودويها. ثاني حاجة سي ان لوفي ايكونوميك. احنا تونس ماشيين للفقر، حاسين في القفة متاع المواطن التونسي انه قاعد بالحق عندنا مشاكل. كيفاش نحلوا المشاكل هذه؟ راهو مش بالمظاهرات ولا النهار كامل نتشكى ودار شنو وخبزه غاليه واحنا مساكن، لا، بالخدمه. كي نخدموا نصنعوا لرواحنا نربحوا برشا فلوس، كي نصنعوا لغيرنا ونبيعوا لغيرنا نربحوا اكثر فلوس. الحكايه سهله، رانا احنا 12 مليون بشر، ماناش مليارات. احنا حومه في القاهره، ربع اسطنبول، هما في الصين. في الصين ما يراوناش. دونك احنا يعني سهله برشا باش 12 مليون تردهم يعيشوا عيشه محترمه. والعنوان حاجه بركه، هاي التكنولوجيا ما عندناش حتى عنوان اخر. وخاصه تو بموجه الذكاء الاصطناعي وموجه يعني موجه الروبوتات، عندنا فرصه تاريخيه كان فلتوها كما فلتنا برشا فرص اخرى ونقعد وناكلوا في بعضنا. دونك باش نزيدوا نفقروا والشعوب الاخرى تزيد تولي اغنى واحنا نكونوا في التبعيه اكثر. دونك هذه واجب وطني للناس الكل، القيادات، الفوق، اللوطه، الناس كل ندخلوا في الميدان. لكن فؤاد لهنا ينجموا يقولوا لك يعني هما عندهم سنين وعقود قاعدين يخدموا، احنا تو باش نجيو نركبوا على الموجه ماناش حاضرين. كذلك انت قلت نقطه، فما العامل نفسي كبير، فما برشا تخوف. اليوم الناس الكل ممكن حتى نربط حتى مع الحوار السابق مع الاستاذه سندس، تقول لك يعني اليوم الطلبه يخدموا فقط على خاطر الشهاده، يخدموا على خاطر نوت باش ياخذ دبلوم، ويقول لك انا مهندس. والله انت قلت لي عندهم سنوات يعني يخدموا، واحنا سابقين هم عندهم سنوات، هم يمصوا في المهندسين نتاعنا والاطباء نتاعنا والتقنيين نتاعنا والذكاء نتاعنا، ويمصوا ويخدموا به. اذا يعني سهله الحكايه اون كور سيركويت الحكايه هذه ونخليو عندنا. لكن فما مجهودات معينه لازم تصير. فما نقول على العصا السحريه موجوده راهي. اول حاجه نخدم على كيفاش موجوده؟ قل عليها هذه حاجتنا سهله لا بسيكولوجي نتاع سوسيو بسيكولوجي تسمى. نخدم على السوسيو بسيكولوجي. احنا بعد الثوره بالضبط في نهارين الناس كل شيء في الصف،
هذيك العصا السحريه نخدم عليها. السوسيو بسيكولوجيا عندها دخل كبير في المجتمع، انه نعاودوا يكون عندنا ثقه في انفسنا ونتحدوا. فما حاجات يعني ديزوتي سبيسيال. يعني اثنين الدبلوماسيه الايكونوميك، يعني الدبلومات نتاعنا في العالم يبيعوا منتوج تونسي. ثلاثه العقليه، نخدموا على العقليه ميتا تفكير نتاع التونسي. وصدقني يعني التوانسه كي تعطيهم يعني الحلم ولا تعطيهم امل، مش حلم، امل، راهم يمشوا فيه وينجحوا فيه بالباهي. اما كي انت ما تعطيش امل بحق تصورها لهم الصبوره كحله ما يمشيش فيها. دونك من اهداف افيوناف اول حاجه وايرس وحتى نوماد مثلا، انه نخلق الامل هذاك، وانه نوريو للناس انه ها بحاجه بسيطه صنعنا لكم USB. وهنا قاعدين نبيعوا فيها في تونس. طلبت برشا تجربه، طلبت يعني مهندسين عندهم خبره، والا يعني امنت في بعض الشباب، امنت يعني كيفاش كانت الطاقم؟ ما تتصوروش قداش الحكايه متاحه، مش نقول سهله، لا مش سهله. فما برشا صعوبات، مش صعوبات، تحديات يعني بالحق. يعني وذيك خدمتنا، مش واحد يقرا روضه وابتدائي وكوليج وثانوي وفاكولتي وبعد يقول لك صعيبه الحكايه. ما عادش تقرا كي حكايه كما كانت صعيبه، فعلاش تقرا؟ فاش قالوا فيك وانت فاش كي تمشي للقسم فاش تعمل؟ اذا بعد ما يقرا 21 عام قرايه ما يجيش يقول تقنيا هذه ما نجمهاش ولا صعيبه. سهله حكيتي ما قريتهاش، اوكي تعلمها. اذا النيفو نتاع المهندسين اللي عندنا يكفي لارجمون سوفيزون باش يعمل حاجه كيما هكا. ما لقيناش صعوبات، لقينا تحديات وجوست. كيما شنو التحديات فؤاد؟ التحديات هم انفسنا اول حاجه، لي زيكيب يعني ما نجموش، مش ما نجموش، هذه كيفاش نعملوها، هذه شنو حاجات ما ريناهمش اول مره. التحدي نتاعنا الوحيد هو الخيال نتاعنا، حتى للصغار، حتى لاي واحد ما نجمش يتخيل حاجه ما يعرفهاش. ما نجمش يتخيل بطو زورق مسير ما يعرفوش، عمره ما راه، عمره ما بط، ما نجمش تخيله. اذا كي انت تنجم تخلي الناس تحلم معك، ولا توريهم ولا تقول لهم هذه راهي فيزابل، اجا معايا تشد يد الصغير ولا الكبير وتهزه يمشي معك، وبالحق يبدا فرحان انه عمل الشيء هذاك. دونك التحدي الاول نتاعنا هو الخيال نتاعنا، انه احنا لكن كل شيء الباقي متاح، يعني الماتيريال متاح، ليكيبمون متاح، كل شيء يعني موجود. اليوم بحكم احتكاكك يعني بخريجي الجامعات، جامعات الهندسه، شنو تحسوا اللي ناقص مهندسين فؤاد؟ برشا خاطر يقول لك ما لقيتش وين باش نخدم، وين باش نعمل لي زيكسبيريونس، وين. والله انا مشيت نقري في الفاك، مشيت نقري في الجامعات في تونس، قريت في لينيزو، في لو بي، في لي ساتسوسا، قريت في شويه جامعات فيه. لقيت انه تأطير ناقص شويه، والمحيط ناقص شويه، والرود ماب نتاع المهندس ولا نتاع التقني مش واضح قدامه. يجي يقرا ما فيش فاهم حتى شيء، يصبوا له في الكور. حاولت اعمل ثوره صغيره، وعملت ثوره صغيره. عملنا يعني سيرتيفيكاسيون تاع 450 واحد تقريبا في الروبوتيك، في الذكاء الصناعي، في الكمبيوتر فيجن. وبعد لقيت هذا كل نجم نهبطوا للليسي، ونجم نهبطوا للكوليج، وحتى البريمير. يعني جوست تعطيهم دي بروجي معينين، تخليهم يخدموا حاجات عمليه، وتعطيهم امل بشركات معينه. وهذا كل حطيناها في تصور، يعني في حاجه اسمها نوماد، ستارت اب نوماد، باش نسهلوا للناس الحكايه دي، نخليهم يقراوا بطريقه ذكيه. الهدف نتاعها انها تطور السكيلز اللي عندهم، وتخليهم يمسوا لي غوبو الغيال. هكا علاش قاعدين نعطيو في حاجه نوعا له بين النظري والتطبيقي، يعني شاسع، فرق شاسع كبير. وممكن نقول لك احنا عنا المعلومات، لكن كيفاش باش نطبقوها؟ انت قلت لي صغيرات، يعني صغير لما باش يمس الحاجه صحيح باش تسهل، وممكن يكبر فيه الطموح. ولهنا ممكن باش نفتح قوس على فكره الانتربرونيا. يعني اليوم ما عندناش مهندس اللي خمم باش يخرج بمشروع مهني ومشروع حياتي. يعني ما عندنا شكون يستنى في بلاصه، شكون يستنى في خدمه باش تجي. شنو تجاوبهم؟ شنو تقول لهم؟
اللي نقول لهم يعني فما جاب كبيره ما بين المهندسين وجماعه الماركتينغ. يعني نقول له اي واحد يحب يعمل حاجه لازم يبدا بالماركت بالمارشي. خاطر ساعات عنده فكره مزيانه وكل شيء، جوست اللي قدامه نجم يصنع. مثلا المهندس ينجم يصنع روبوت يتحرك، اما يصنع صغير هكا ويصنع يقول لك اوكي راه الدوله ما عاونتنيش ولا شنو. لازم تفكر اللي لونتربرونور تبدا بالمارشي بتاعك، تبدا بالكليون بتاعك. لازم الكليون بتاعك تلقاه فرحان وراضي كل شيء. كيفاش انت تلبي طلبات بتاع الكليون بتاعك؟ واحد، وما تخممش في المارشي بتاعك في تونس، ما تخممش المارشي بتاعك في حومتك في مدينتك. راه ما فماش في مدينتك يعني سي بون، كله الناس كل قاعده تاكل وتشرب وتروح ترقد وتشرب قهوه. يعني باش تعمل حاجه انوفاسيون مش تبيعها في حومتك ولا لجارك ولا ما ولا ممكن شيء ما عندك. اما مش خمم في الموندياليزاسيون، خمم انك تبيع في روسيا، خمم تبيع في افريقيا طالبه، خمم انك تبيع في تبدا في تونس، تنجم تبيع في تونس تبيع لبرا. يعني خمم مشاريع كبيره اكبر من اللي قاعد تتخيل فيها. نرجع لك مشكلتنا التخيل، ليماجيناسيون، البريباراسيون، اون تري بون ايتود لازم تكون موجوده باش نجم تقدم. برسالتك اليوم للشباب فؤاد وللصغيرات، انت خاطر قلت لي توا عندكم بروجي انكم تحبوا تمشيوا للتلاميذات وتكونوهم في الدومين هذايا، المستقبل اليوم مستقبل الشباب في 3 كلمات او 4؟ اول حاجه يعني واحد يعني يتوكل على ربي، يتوكل على ربي والاخلاق. لازم يكون عنده الاخلاق مرتفعه جدا. ثاني حاجه يحط لونفيرونمون نتاعو اللي داير به من الصغير حتى للكبير بناء، يبعد عن السلبيات، يبعد عن الناس المحطمه، يبعد عن الناس اللي تحطم، ويتخيل ويحلم ويحضر. يبدا يحضر وما يضيعش وقته في السكرولينج فيسبوك انستغرام شنو باش يضيع في وقته في هذاك. يعني ملهيات اللي تقتل لك 70-80% من وقتك. كي انت تعطي 30% من وقتك الحاجات ما فيهمش فايده، ما تنفعكش، تنفع ناس اخرين، انت ما تنفعكش. اللي جا خسرت الباتي. اذا تبدل 70% من الوقت اللي ضايع ذاك، خلي ساعه في النهار مش مشكل، اما تبدل 70% من الوقت هذاك في حاجات اللي تتعلم بيهم. كيما شنو؟ اول حاجه تعلم الذكاء الصناعي. تعلم استعمال الذكاء الصناعي بطريقه بناءه. يعني مش تسألوا زعما ماتش تونس واكيد شنو نخسروا ونربحوا باش يجي يجاوبك صحيح، ما مش هذاك الذكاء الصناعي. تعلم استعمال الذكاء الصناعي بطريقه ايجابيه وبناءه. اعطينا هكا يعني فكره شنو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الصناعي تو نجم يعمل لك الكونسيبسيون ميكانيك. يعني كي تربط الذكاء الصناعي بتاعك باللوجيسيال نتاع كونسيبسيون ميكانيك، تقول له صور لي، يربحك وقت معاه، مش يربحك وقت، يخدم لك اسيستون تاعك، يخدم لك ايكيب نتاع 3-4 من الناس، وانت مش لازم تكون متمكن من لي زوتي هذوك. قبل كنا لازم تقرا 3-4 سنين باش تتمكن من اوتي نتاع كونسيبسيون مثلا ولا نتاع بروغراماسيون. تو ما تحتاجش. انا وصلت يعني واحد يعني مدير شركه ما شاء الله عليه كل شيء، يعني عنده احتياج باش يعمل ابليكاسيون يجري بها الشركه. هو الابليكاسيون الاخرى ب 30 مليون وهذه ب 10 ملايين، ونشوف شكون في ظرف 4 ساعات عملنا ابليكاسيون كامله تجري الشركه نتاعو. التلميذه نجمت تعمل ابليكاسيون تاع جيستيون تاع ايكول كامله في ظرف 4 دقائق. اذا تستعمل الذكاء الصناعي الاستعمال الحقيقي نتاع الذكاء الصناعي اللي تعمل على خاطره، اللي يخلي توا الحروب في العالم على الذكاء الصناعي نفسه. يعني مثلا او كلود باور هو لما يملك المعلومه يملك الميدان بالضبط. هذيك قبل، اما توا ولات بالضبط. دونك تستعمل الذكاء الصناعي باش تعمل البلوس. وابار الذكاء الصناعي لازم تخمم سيستم، يعني تخمم الميكانيك زعما ما نضيعوش الالكترونيك والالكتريك. خاطر اوكي الناس كل تو ماشيه في الذكاء الصناعي باش تعمل ابليكاسيون، ما تو الدومين تاع الابليكاسيون باش تبيع ابليكاسيون وكذا ونعمل سيت ويب وكل شيء، تو ما عادش. صحابي كلهم برشا عندهم شركات تاع ديفلوبمون انفورماتيك سكروا، مش قاعدين يسكروا، ديجا سكروا. اذا تمشي اكثر للميكانيك والالكترونيك والالكتريك، يعني لي سيستم. خلينا ناخذ اكزامبل يعني اليو اس بي مثلا، الربط هذايا الزورق المسير، سيستم كامل فيه الالكترونيك يواجه الصعوبات نتاع الطقس وكل شيء، في نفس الوقت ثاني قيدي باغ ذكاء صناعي جزء. دونك تخمم ككل وكسوليسيون.
فهمت؟ هذاك هو المستقبل اللي نرى فيه هنا. الروبوتيزاسيون دي شوز، لوتوماتيزاسيون دي شوز اترافير الذكاء الصناعي اللي هو عنده بيرسبسيون تاع الانفيرونمون تاعو. ونجموا نجيبوا توا الدول المتقدمه يعني في الصناعات هذه. والله الدول المتقدمه اول ما بدات البزوم تاعها جاو لتونس، جاوني لي انا مثلا. فؤاد اصنع، نعرفوكم عندكم طائرات، عندكم كذا، تنجم تصنع الكومبوزيت، تنجم تصنع الميكانيك، تنجم تصنع كل شيء، وعندكم اكسبرتيز برشا كبيره برشا في الذكاء الصناعي في المسيرات في كذا. دونك جاو لتونس. نحكيو على دول كبيره جدا 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 خاطر يعرفوا قيمه لا كرياتيفيتي. توا لي زوتي الناس كل عندهم اباريغال، نحكي اباريغال، كلنا عندنا اكسي لكلود كيكه ولا كنا عندنا اورديناتورات، لكن مش الناس كل كرياتيف. لا كرياتيفيتي تبني عليها وتنميها وتخترع بها. الكرياتيفيتي معناها حاجه هكا دون والا تكتسب؟ هي يعني انت مشيت مبابيه في حاجه بسيكولوجيك قويه برشا، خممت فيها برشا. هي اول حاجه حسب رايي الشخصيه، يعني مانيش بسيكولوج، مانيش اما بحكم التجربه وبحكم الكرياتيفيتي من الاخلاق نتاعك، من الاسلام. الاسلام هذاك تخليك انسان كرياتيف. ما نجم نعدي ساعتين كامله باش نفسر لك كيفاش الاسلام يخليك يعني كرياتيف. يعني هيك الصلاه، هيك الكوميتمنت في الصلاه نتاعك وتبدا تخيل بالضبط، تتخيل في الجنه وتخاف من النار، مخك يعني يعوم بالباه، يعني يخليك يعني عايش في عوالم اخرى. يقوي لك الكرياتيفيتي نتاعك، ويقوي لك الكرياتيفيتي باخلاق. خاطر اللي صنعوا القنبله الذريه عندهم كرياتيفيتي بصراحه، ما عندهمش اخلاق. فهمت؟ يخليوك تقوي الكرياتيفيتي بتاعك باخلاق. دونك الاخلاق الجينات نتاعنا زاده، الجينات عندها دخل كبير انك تونسي، خاطر الاجداد نتاع الاجداد نتاعنا عاشوا حياتهم كل في صراعات. احنا في قلب العالم بالحق حاجه باهيه، اما مشينا اول مره نحتلوا كذا روما، هو جاوا يحتلونا هما، يعني خلينا نواجهوا. دونك الجينات نتاعنا تطورت ذكاء معين في التونسي يخليه يعني انسان سيادي، انسان يحب ياخذ البوزيشن رقم واحد مش رقم اثنين، الانسان منتصرين. دونك عندنا في الجينات، عندنا في ديننا، في اخلاقنا، في مجتمعنا. دونك لازم نوظفوه بالصحيح وكاو. هذا رأيي في الموضوع، وسامحوني لو كان كنت معقد شوية الحكاية. لا هذاك هو اللي حاجتنا به اليوم. تلميذات الصغار فؤاد شنو تقول لهم اللي راهو القراية صعيبة ولا القراية مجحفة ومتعبة، واللي يحلموا باش يكونوا غدوة مهندسين وصانعين؟ والله تلميذات الصغار أنا توا قلت لك حليت يعني ستارت اب كاملة ماشية في الموضوع بتاع إنه نفسروا لهم علاش قاعدين يقراوا في اللي يقراوا فيه. طبعا الرياضيات مثلا تيوريم دو بيتاغور، باش عم بيه شو لك سينوس كوسينوس دلتا هذيك نقولهم باش عملت بيت بصراحه مهمه جدا. لازم يفهم مش معناتها تيوريم دو بيتاغور، يفهم مش معناتها السينوس حقيقه. يحب لازم يراه قدامه في الروبوت اللي يتحرك كيفاش باش يعمل زي قائمه الروبوت. يعني تعجبني برشا حكايه البناي يعني صام في تيوريم دو بيتاغور باش يعرف زاوية قائمة عنده مثلث مش مثلث، عنده زخيت هذاك في 3 4 5 عقد يجيبها قد. دونك هذاك نعلموا به في الانفورماتيك، في الروبوتيك، في الاسترونومي، كيفاش توصل لك الضوء نتاع الشمس، كيفاش لي كابتور نتاعك، هذوما كل حاطينهم في النادي نتاعنا اللي قاعدين نعملوا فيه تو، باش الصغير يعمل علاقة ما بين قرايته والحقيقة. خاطر القراية نتاعو يقرأ مش فاهم على اش يقرأ واش بيقرأ فيه قومه فيه 7 متاع الصباح باش في البرد، في الشتاء، في المطر، في السخانة. هذا كل لازم يكون عنده سونس باش يربط ما بين اللي يرى فيه واللي يقرأ فيه، وتشوفوا كيفاش يعني يولي هو بيدو يلوج كيفاش مثلا لا بريسيون في الفيزيك، كيفاش الفريجيدير قاعد يبرد، الكليماتيزور كيفاش قاعد يبرد، تو هو خارج بارد من الكليماتيزور كيفاش معناتها يعني فما حاجه. شنو هي الحاجه هذيك؟ دونك قريه الفيزياء لي غاز، كيفاش الواحد يبرد كومبريسيون تبرد الغاز هذيك، يعني بالحق يعمل جو. كوكوت كيفاش تخدم يفهم ما اللي قاعد يقرا فيه ويتميز فيه بالضبط. شبيه كوكوت تسخن اكثر من الكاسرونه
كل مهم. هذه أسئلة تجي للبالنا ما بلاش احنا قريناها. موجودة قريتوها الناس الكل قراوها والناس الكل اما جوست قراوها دي تيوريم وخرجوا منها وكوا. دونك احنا نستعملوا فيها غيالمون، نستعملوا فيها، نحسبوا فيها ونخدموا بها يعني الحكايه هذه، ونختبروها في النادي نتاعنا نخدموا بها في الصغار باش يفهموا العلاقات. كلمة الختام فؤاد، شنو المشاريع القادمة ان شاء الله اللي باش تراهنوا عليهم؟ والله هو ان شاء الله باذن الله برشا مشاريع والطائرات عندنا فيها شويه خدمه. احنا نحبوا مدينه مساكن، راهنت على انا شخصيا، انا اصيل مدينه مازي كامل اللي هي مدينه جميله جدا بالضبط، وراهنت على مساكن، خاطر مساكن فيها بوبولاسيون اكبر، نحكيو على 100,000 ولا 120,000 ساكن، وقريبه برشا حاجات معينه استراتيجيك معينه اخترنا بساكن، وراهنت على مدينه مساكن خاطر فيها طاقات كبيره برشا برشا برشا. اذا الحاجات الجايه ان شاء الله خرجنا منها طيارات مساكن، وتوا قاعدين نخرجوا منها روبوتات. عملنا اليو اس بي ان شاء الله تنعلمكم الحاجات الجديده المزيانه برشا يعني، وتكونوا انتم الاوائل اللي فما دوا الاطفال. مشروع الاطفال هذا بدينا فيه يعني، قاعدين كل نهار نقريو في الاطفال باش يكون فما علاقه ما بيناتهم هما والروبوتات نصنعوا فيهم. خاطر نجيبهم مع حذايا ساعات هكا يشوفوا الامبرسيون 3 دي، يشوفوا كيفاش تحرك، كيفاش تعمل كنترول. دونك هذا هو اللي زاد ماشيين فيه في مساكن نفسها، في قلب مساكن يعني في عمارة البركة الغادي، وقاعدين نخدموا في خدمة أخرى زاد على الانترناسيونال إن شاء الله. نخبركم بها ان شاء الله في وقت يعني في الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الديسيجن، الذكاء الرقمي، الاديوكيشن، برشا حاجات مزيانه ان شاء الله نسمع بها ان شاء الله في وقت فك في المعلومه بس. شكرا لك فؤاد الكامل، مؤسس شركه إيريس وافيوناف، بالتوفيق وان شاء الله نستضيفوك يعني وفما انجازات اخرى باذن الله. باذن الله. شكرا لك. كما كنتوا تسمعوا، امل ثم الامل ثم الامل ثم انك تثق في روحك وتفتح المجال لك الخيال الشاسع والواسع. هذا شو كان عنا في الانترفيو.